السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بغا نطرقوا واحد الموضوع اللي مهم، اللي هو كيفاش نعرفوا بين الزيت الحر والزيت المغشوش. أولا كاين ثلاثة الحوايج باش كنميزوا بيهم بين الزيت الحر والزيت المغشوش. أول حاجة هي الريحة. إلا شميتي فيه شي ريحة بحال حامضة شوية، في ريحة الحموضة بحال ريحة الخل، غالبا راه كيكون هذاك الزيت راه مغشوش، كتكون فيه ريحة ديال الحموضة. وتاني حاجة هي المذاق، كنقولوا المذاق ديال الزيت، كيف كتذوقو كتشرب منه واحد شويه كتحس بواحد شويه ديال المراره، الحرقه خفيفه في الحلق ديالك. يعني هذاك الزيت راه طبيعي، يعني كتكون فيه الحراره. واهم حاجه هي المصدر ديال الزيت، منين، فاش تعصر، اش من بلاصه، اش من ماكينه تعصر فيها، واش البرايس العاديين ولا الكونتيني. الا كان الكونتيني مزيان، تا هو زيد ديرها مزيان، غير هو يكون في البارد، يكون الماء بارد.